مرحبا شباب، اليوم عندي 8 أجهزة الله يزيد عليكم وعلي. شوفوا 8 أجهزة راح نشوف شنو تجربة ببجي، راح نشوف ايش قد عدد الفريمات والجيروسكوب راح يشغل بهاي الأجهزة. نبدي بالجهاز الأول. هذا الجهاز من اونر، هذا الاونر 90، واحد من الأجهزة المتوسطة القوية. ايش قد سعره؟ سعره قريب ال 670 ألف. إذا أجينا إلى عناصر التحكم خلينا نشوف الجيروسكوب. أكيد راح يشغل لك جيروسكوب هذا الجهاز. لا عندك مشغل جيروسكوب لان اني شايف لعبه بيه. تمام. اذا جينا للرسوميات هنا عندي شغل 60 فريم بلعبه ببجي، اما بالنسبه للاتش دي ار ما يشغلها، والفائقه يشغل 40 فريم هنا بهاي لعبه ببجي. اذا جينا بالدقه العاليه هم يشغل لك 40 فريم، والمتوازنه 40 فريم، اما بالنسبه للسلسه راح يشغل لك 60 فريم بلعبه ببجي. هذا الاونر 90. هذا الجهاز الاول. جينا للجهاز الثاني. إذا جينا للجهاز الثاني، هذا الجهاز منو؟ هذا الجهاز من تكنو سبارك 10 برو. هذا اللون مالته. هذا ايش قد سعره؟ قريب ال 180 أو 190 ألف عراقي، يعني قرابة ال 200 ألف حاليا. إذا جينا للإعدادات فنجي لعناصر التحكم، ويا هنا جيروسكوب. هذا الجهاز يشغل جيروسكوب. معالجة ايش قد؟ هذا الجي 88، والأونر معالجة 7 جين 1. إذا جينا للرسوميات هنا شوف، هذه بهالحالة هاي يشغل لي فقط 30 فريم، أما إذا خليناه على السلسة راح يشغل لي 40 فريم. هذا أقل من 200 ألف عراقي. هذا سبارك 10 برو، أتوقع وصل ل 190 ألف عراقي. معالجة جي 88. هذا الثاني. إذا جينا للجهاز الثالث، هذا الجهاز الثالث من أوبو. هذا الأوبو الاي 38، معالجة جي 85، سعره 125 أو 120 دولار أتوقع إذا مو أقل. هذا إذا جينا للرسوميات. خلينا نشوف لعناصر التحكم على مود نشوف الجيروسكوب. تلاحظ وياي الجيروسكوب بالنسبة لهذا الجهاز يشغل جيروسكوب أو لا. إذا خلينا راح يشغل جيروسكوب بالنسبة هذا الجهاز أوبو. زين. إذا جينا للرسوميات شوف هنا يشغل لي 30 فريم بلعبة ببجي قوية ما يشغلها، وإذا جينا للمتوازنة طبعا يشغل، أما بالنسبة للسلسة راح يشغل لي 40 فريم بالسلسة. هذا ايش قد سعره؟ سعره اقل من 200 الف عراقي. هذا الجهاز الثالث. اذا جينا للجهاز الرابع، هذا الجهاز الرابع من انفينكس سمارت 7 بلس. هذا الجهاز اقتصادي، سعره تقريبا 100 الف او 100 وشوي، 105 آلاف تقريبا. اذا جينا لعناصر التحكم نجي للجيروسكوب نشوفه يشغل ولا ما يشغل. طبعا هذا ما يشغل جيروسكوب، هذا الجهاز ما مدعوم بجيروسكوب، السمارت 7 بلس. إذا جينا لعدد الفريمات هنا فقط 20 فريم مع السلسة، والمتوازنة 20 فريم، عالية الدقة ماكو، وهنا كله فقط 20 فريم يشغل لك، ما يشغل لك أكثر من 20 فريم. ليش؟ لأن معالجة ضعيف. إذا جينا الجهاز الخامس، طبعا هذا جهاز الفولد 5 من شركة سامسونج. هذا جهاز قوي معالج 8 جين 2. إذا جينا لعناصر التحكم طبعا هنا راح تشوف عندك الجيروسكوب راح يشغل بكل بساطة لأن هذا معالجة قوي. إذا جينا هنا تشوف هنا يشغل لي 60 فريم لعبة ببجي. إذا خلينا على السلسة، طبعا هذا الجهاز آخر تحديث إجا فعل 90 فريم. أنا قبل نسوي له فيديو يشغل 60 فريم، لكن إجا تحديث شغل 90 فريم على لعبة ببجي. هذا الجالكسي فولد من شركة سامسونج. إذا تسألني على سعره هذا 1500 دولار، ما يقارب 1,300,000 أو 1,400,000 عراقي. هذا لأن شاشة كبيرة وقابل للطي شي، فجهاز أكيد راح يكون سعره غالي. هذا الجهاز السادس. هذا جهاز اونر الاكس 5 بلس، هم جهاز اقتصادي. إذا جينا للإعدادات شوف وياي هنا تحكم. خلينا نشوف الجيروسكوب بالنسبة لهذا الجهاز يشغل. شوف هنا من أنطي جيروسكوب. هذا الجهاز ما يشغل الجيروسكوب. هذا الجهاز سعره ايش قد؟ سعره بال100 دولار او 99 دولار، يمكن اقل من 100 دولار، يعني اقل من 150 الف عراقي. ذاكره 128. اذا جينا لعدد الفريمات هنا يشغل لي فقط 20 فريم. اذا خلينا على المتوازي نفس الشيء هم راح يشغل لك 20 فريم. ايش قد معالجه؟ الجي 36 من ميدياتك. زين. هذا جهاز السادس. اذا جينا للجهاز السابع، هذا جهاز سابع من الريلمي 11 موجود حاليا، سوى نزل للأسواق. معالجة الجي 99 بسعرها 200 دولار أو 196 دولار، قرابة 320 ألف عراقي. للجيروسكوب، إذا جينا للجيروسكوب بالنسبة لهذا الجهاز
شوف هنا يشغل الجيروسكوب بكل اريحيه، لان هذا معالج جي 99 معالج متوسط او اقل من المتوسط. اذا اجينا لعدد الفريمات هنا يشغل لي 30 فريم بهاي الحاله، وهنا ما يشغل، فالتوازن راح يشغل لك 40 مع السلسه هم راح يشغل لك 40 فريم. يعني هذا الجهاز يشغل لك 40 فريم بلعبه ببجي سعره ب 300 وشويه، 320 او 25 الف دولار صعب. اما اذا اجينا للجهاز الاخير، هذا الجهاز من تكنو، هذا الجهاز من تكنو. اذا اجينا للاعدادات نجي لعناصر التحكم. هنا عندك هذا الجهاز يجي جيروسكوب. بالنسبه للجيروسكوب هذا الجهاز نعم يشغل جيروسكوب بكل بساطه، اما بالنسبه لعدد الفريمات راح يشغل 30 فريم بهاي الحاله، واذا خليته متوازن راح يشغل لك 40 فريم. تلاحظ وياي 40 فريم. اما اذا خليته للسلسه راح يشغل لك كذلك 40 فريم. هذا الجهاز سعره اقل من 200 الف عراقي. طبعا هاي الاجهزه عندي هذا 90 فريم وهذا 60 فريم. الجالكسي 90 فريم، الاونر 60 فريم. بالنسبه للجهاز السمارت 7 20 فريم. وعندك من ويا جهاز عندك هذا الاكس 5 بلس من اونر هم 20 فريم. عندك الاوبو هنا 40 فريم، وعندك التكنو هم 40 فريم. اما بالنسبه للريلمي 40 فريم، وعندك التكنو كذلك 40 فريم. يعني ايش كم جهاز عندي؟ 4 اجهزه 40 فريم، جهازين 20 فريم، وجهازين عندي واحد 90 فريم اللي هو السامسونج، والاونر 60 فريم. هذه 8 اجهزه، وهذه مو مقارنه ولا تقول لي مقارنه بين الاجهزه. من عجبك من هاي الاجهزه؟ تحياتي لكم وفي امان الله.